semana passada, quando outra tempestade. في المغرب تتزايد المخاطر جراء الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب الأنهار، الفيضانات في السهول الشمالية الغربية. الفيضانات اللي وقعت في القصر الكبير مؤخرا خلت واحد الصدمة كبيرة عند المغاربة، وطرحت أسئلة كثيرة حول أسباب وحجم الخسائر وكيفاش السلطات المغربية غادي تتعامل مع هذه الكارثة الطبيعية. شوية من حنا ناعسين لقينا القطرة ديال الماء وادع علينا ومنطقة السزقة وداك الشيء. كاين الطبيب، كاين الحراسة، كاين اللي بغيتي كيحضروه لك. نطلبوا الله سيدي، نطلبوا الله والله يخلي لنا سيدنا، الله يطول لنا في عمرك، الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك. مدينة القصر الكبير عرفت مؤخرا واحد التساقطات قوية في وقت قصير. هاد الأمطار تسببت في ارتفاع منسوب المياه وخصوصا في بعض الوديان اللي قريبة على القصر الكبير واللي هو نهر اللكوس، وهذا الشيء اللي خلى الماء يدخل على عدد من الأحياء السكنية. الماء دخل حتى للديور ديال الناس لداخل. الفيضانات كانت مفاجئة وسريعة وما خلاتش الوقت الكافي لعدد كبير من السكان انهم باش يداركوا الموقف. مدينة القصر الكبير هي واحد المدينة اللي قريبة نهر اللوكوس وفي أراضي منخفضة، يعني الواد هنا والمدينة القصر الكبير هنا، وهذا كيزيد من خطر الفيضانات. هذه الظاهرة المناخية الأخيرة خلات هطول أمطار قوية وبزاف في مدة وجيزة صغيرة اللي خلى حصول فيضانات بسرعة وملء المدينة كلها في ظرف وجيز. الواد عمار الواد الحار هو اللي طلع حيت دابا عامر من الفوق كي ما باقي كيزيد يطلع عليه حيت الماء طلع بزاف وفات الحشي ديال الواد. حسب لي دابا علمونا السلطه المحليه نطلعوا الحوايج الفوقي. من بعد تفاقم الوضع السلطات المحلية تدخلت وتدخل عاجل، تم إجلاء عدد كبير من السكان من الأحياء المهددة. من بعد استخراج ساكنة مدينة قصر الكبير تقريبا 100,000 واحد، كانوا هناك بعض المحاصرين وذاك المحاصرين تم الاستخراج بتاعهم باستعمال الهليكوبتر. وخصوصا الناس اللي كانوا واحدين فوق السطوحة وما قادروش يوصلوا لهم. وكذلك تم إيصال الأكل والماء والموارد الأساسية لبعض الناس اللي بقاو محاصرين في ديورهم لداخل. ما قدروش يخرجوا، وهذه العمليه كنشكروا عليها السلطات المحليه لانها عمليه ساهمت في حمايه بعض الارواح والتقليل من الخسائر البشريه. بالنسبه لتاثير الفيضانات على مدينه القصر الكبير، تضرر عدد كبير من المنازل ديال الناس، خاصنا ندعيو معاهم ربي يعوضهم ونتمناو من السلطات انهم يديروا شي اجراء اللي يقدروا يساعدوا بهم الناس. وبالنسبه الحركه ديال المدينه غتكون واقفه، ما كاين لا بيع وشراء، المدارس غادي يكونوا واقفين، ما كاينش القرايه، ويقدر يكون واحد الضرر نفسي خصوصا عند الاطفال لانهم مساكن عمرهم ما حضروا على شي كارثه طبيعيه بحال هذه. ربي يحفظهم ويشوف من حالهم. وكنظن هذه الفيضانات تكون اثرت في خسائر اقتصاديه. علاش؟ لانه بعض المحلات يكونوا واقفين ما كاينش الخدمه، وغيكون تاثير كذلك على الفلاحه، يكونوا بزاف ديال الاراضي اللي تضروا من هذه الفيضانات. حسب الفيضان غادي عندنا شويه مضروره من ناحيه هذا، خصنا تعرف الشعير وهذا الشيء غالي، خصنا الدعم. وهذا الشيء غيخلي خسائر اللي غادي تكون عندها تاثير اقتصادي كثير محلي في مدينه القصر الكبير. وكنتمنى ان الدوله دير مساهمات وتعاون الناس المضروره، كذلك تدخل الجمعيات واخا راهم قايمين بداك الشيء اللي عليهم، راهم كيديروا داك الشيء اللي بجهدهم. كاين واحد الموضوع باغي نتكلم عليه، هو ان كاين في السوشيال ميديا بعض فيديوهات وصور اللي تسربوا البنايات اللي طاحوا وكوارث اللي وقعوا، وهذوك عباره على فيديوهات قديمه. نتمنى من الناس ربي يهديهم ما يبقاوش يديروا بحال هاد الاشياء اللي كتاثر على الناس، وسورتو في هذا الوقت الاغلبيه ولا غير كيشوف التليفون اي حاجه اي ذكاء اصطناعي كيتقبلها وكيشك شويه 1%. ومن الاحسن الواحد يعتمد على مصادر رسميه بحال القنوات التلفزيونيه، واخا قنوات ديالنا المحليه ما دايرين حتى شي حاجه. مثلا الفيضانات اللي وقع في البرتغال وفي اسبانيا، القنوات الرسميه البرتغاليه والاسبانيه كيكونوا دايرين برنامج مثلا بحال رشيد شو، كيتم وقف ديال البرنامج وكيتم البثوث ديال السدود مباشره. Viram tanta destruição como a enfermeira Ana estava encharcado. Em Portugal, قنوات ديالنا ربي يهديهم. الا جينا نهضروا على طريقه باش نتفاداو كوارث طبيعيه اللي بحال هادو، كاين عندنا مشكل في بعض المناطق وبعض الاراضي تكون اراضي مؤهله للفلاحه وكيتم البناء فيها وهي اراضي غير صالحه للبناء. وباش يتحل هذا المشكل بطريقه صحيحه كنظن خاص تعاود المدينه من الاول، هادشي ما يمكنش. دونك كما شفنا يمكن انه غيتم بناء بعض السدود وغنزيدوهم، وكاين بعض السدود اللي غيتم الزياده في العلو ديالو باش يقلل من هاد الكوارث
الكوارث. فيضانات القصر الكبير كانت اختبار صعب، ولكن السلطات المحليه وكذلك المسؤولين تفوقوا من ناحيه تدبير الامور لا لوجستيكيا لا انسانيا، والحمد لله ما كانوش خسائر بشريه. هذا هو المهم. الديور يتعوضوا، كل ما هو مادي كيتعوض، ولكن الخسائر البشريه اللي ما كنقدروش نعوضوها. والتعامل مع الكوارث ما خاصوش يبقى مؤقت، ما خاصش اننا تنشوفوا فيضان عاد نتعاملوا معاه. يجب يكون عندنا واحد التفكير استباقي كيف ما بيناتنا بلادنا مؤخرا، وهذا الشيء اللي بغينا. وربي يرحم اللي ماتوا، عوض الناس اللي خسروا السكن ديالهم، ونتلاقاو في فيديو جديد.